بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. الزمالك وحسين لبيب وقناة الزمالك بتعلن أول هدايا رئيس الزمالك الجديد. مين رئيس الزمالك الجديد؟ حسين لبيب. يا دي يعني عايزة كلام؟ دي عايزة كلام يعني؟ مع احترامنا لفاروق جعفر، مع احترامنا لماجد الحنبلي، مع احترامنا لعمر جلال هريدي، انا بيه ابن بيه، صاحب الافيه الشهير انا بيه ابن بيه. انما حسين لبيب تظل فرصه في النجاح شبه نهائيه، محسومه. الامر محسوم. يعني هي الانتخابات اتعملت يا عم لما تقول لي حسين لبيب هو اللي جاي؟ انا بقول لك حسين لبيب اللي جاي. وافتكر كلامي وبقول العبد لله قالها وتوقعها من زمان، وبقولها بس ساعتها لما حسين لبيب ينجح ويكتسح الانتخابات. لان حسين لبيب مع احترامنا للمنافسين اللي قدامه على منصب الرئاسة يعتبر بيغرد منفردا. بيغرد ايه؟ منفردا. الاهلي وانبي بيلعب في نص نهائي كاس مصر. طبعا الحكام لحقوه بسرعة ضرب الجزاء وعلوله ويشوطها وجول. الحكام بيلحقوه على طول. والاهلي لسه هيتعادل ويلعب اكسترا تايم ويلعب ضربات جزاء؟ لا يا عم، خلص في ال 90 دقيقة، خلص. طبعا. والله فضيحة، اقسم بالله فضيحة. مهاجم الاهلي الجديد ده فضيحة. انا ما بتفرجش على الاهلي عامة، يعني ما بفتحش الشاشة مخصوص كده علشان اتفرج على ماتش للاهلي. مستحيل، والله العظيم الشاشة ورايا مطفية. لكن بتيجي قدامي فيديوهات بتاع، فجابوا لقطة لموديست ده اللي شارينه بملايين الدولارات. والله ملايين الدولارات، ملايين. هتكلم على موديست وبعد كده هدخل لك على قناة الزمالك واقول لك اول هدايا رئيس الزمالك الجديد، نجم المغرب الاول. هقول لك كل حاجة لجمهور الزمالك، بس خلينا اعلق تعليق بسيط على موديست. والله العظيم يعني لا لمسة مهاجم ولا لمسة لاعب كورة، ودفعوا فيه ملايين الجنيهات والدولارات، وشكلهم اشتروا التروماي. يا راجل فل ايه ده 3 متر. لكن شاط شوطة، انا شفت الفيديو، شاط شوطة بيفكرني بسامسون اكينولا اللي عندنا. ما هو لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. بصراحة الاهلي والزمالك في الافارقة الاجانب في راس الحربة، يعني من بعد فلافيو في الاهلي ما عرفش يجيب راس حربة كويس. كان ايفونا اللي هي شويه، وبعد كده الاهلي استثمر فيه وباعه للدوري الصيني. والزمالك من ايام فيليكس، من ايام مانويل، ما جبناش راس حربة عليه الطلة اجنبي. راس حربة افريقي سوبر كده ما شفناش. انما سبحان الله بتلاقي بيراميدز، بتلاقي الاسماعيلي، بتلاقي الاتحاد السكندري عندهم حظ في الافارقه، خاصه راس حربة. انما الزمالك والاهلي في الراس حربة، بس الاهلي بيجيب ارقام بقى خياليه، زي برونو صافيو اللي جاي بيقول لك من البرازيل وطلع من البراجيل ده. مودست بايرن ميونخ يا عم، وبروسيا دورتموند يا عم، ومش عارف ايه يا عم، مكسر الدنيا يا عم. مودست فين مودست؟ ده مروان محسن كان قده 100 مره. لما شفت اللقطه بتاعت مودست ده في النهارده في ماتش انبي، والله مروان محسن افضل منه 100 مره. واشرب يا اسطوره. صفقه في شنك، في شنك، صفقه في شنك مودست ده. المهم مش عايزين نطول في مودست كتير، وربنا يهني سعيد بسعيده، ولا سعيد بسعيده، ولا مش عارف اقولها ازاي. تعالى بقى على الاخبار الحلوه. تقول لي رئيس الزمالك الجديد وخبر حلو ونجم مغربي يوقع الزمالك وازمه الفيفا. اقول لك كل حاجه دلوقتي.
قلت لك محمد شريف طلع وقال، مش محمد شريف، وكيله طلع وقال ان مفيش تفاوض بين الزمالك وبين محمد شريف. اعرف تماما او ثق تماما طالما وكيل اللاعب يطلع ينفي او اللاعب يطلع ينفي، اعرف ان المفاوضات شغاله. اعرف ان المفاوضات ايه؟ شغاله. فمحمد شريف على رادار الزمالك، على رادار الزمالك. في قناه اتصال بينه وبين مسؤول الزمالك، ايوه في اعرف ان الصفقه في طريقها للانتهاء لصالح الزمالك. طب ده بالنسبه لمحمد شريف. موافق او معترض؟ قول رايك في تعليق، قول رايك. انا موافق على محمد شريف، انا معترض على محمد شريف، قول رايك. رايك يحترم عامه يعني، كل الاحوال رايك يحترم. تعالى بقى لحسين لبيب. حسين لبيب وقايمه حسين لبيب دي اخبار من جوه القايمه، من جوه القايمه او من داخل القايمه، اخبار متسربه من جوه قايمه حسين لبيب. الاخبار دي تتكلم في محورين او ملفين، مفيش تالت ليه. ملف انهاء ازمات الفيفا، ملف انهاء ازمات الفيفا، وملف الصفقات والتجديدات، ويدخل فيهم ملف المدرب. لان حسين لبيب قال لك صراحه اوسيريو هنقعد معاه بعد ما نيجي وهنقيم التجربه وهنشوف الصالح هنعمله. الصالح هو اقاله اوسيريو، هو رحيل اوسيريو. بس القرار ده مش هيتاخد دلوقتي، مش عماد البنان الاهلاوي خالص 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 خالص، مش عماد البنان الاهلاوي. القرار هيبقى من المجلس الجديد المنتخب. المجلس الجديد المنتخب هيقيم تجربه اوسيريو، هيقول له والله انت بقالك فتره معانا قد كده، حققت نجاح، حققت فشل، هنقيم التجربه وهنشوف الصالح. الصالح انا بقول لك رحيل اوسيريو من دلوقتي. حسين لبيب مش هيصبر على اوسيريو ولا على الجهاز بالكامل. اوسيريو بالجهاز بالكامل. واحد هيقول لي يا عم مدرب حلو بس ما معوش لعيبه. حلو منين؟ من اي اتجاه؟ قسما بالله العظيم مش عايز احلف، طارق مصطفى او عبد الحميد بسيوني لو هما اللي مع الزمالك ما كنا خسرنا الماتشات دي. الراجل ده بيفتي فتي السنين في التشكيلات والتغييرات بتاعته، مصمم على طريقه ما تناسبش خالص الزمالك. ده ردا بس على الناس اللي ايه لسه مقتنعه باوسيريو. اوسيريو ملوش كرامات خالص، ما شفتلوش كرامه، ما شفتلوش يا اخي جمله اقول مدرب حلو، ما شفتلوش جمله خالص. يبقى ده بالنسبه لاوسيريو. عندنا ملف الصفقات. طبعا ملف الفيفا زي ما قلت لك باذن الله خلال الايام القادمه، ده كلام من جوه قائمه حسين لبيب، معلومات مؤكده، هينهوا ازمه او ازمات الزمالك في الفيفا نهائيا. هينهوا ازمات الفيفا نهائيا. ده بالنسبه لمين؟ ازمات الفيفا في الزمالك ووقف القيد. علشان كده في تفاوض دلوقتي في صفقات ليناير. وبقول لك ليه؟ هو انا بقول لك ليه في تفاوض من جانب مسؤول الزمالك؟ عشان هيحلوا ازمات القيد. وبدليل على كلامي ان وكيل محمد شريف طلع بنفسه ونفى، قال لك مفيش مفاوضه، في كلام وكلاء، يعني في كلام. الزمالك مش هينفع يعدي الميركاتو الشتوي اللي جاي من غير ما يجيب صفقات كمان، يبقى كده موسمك اتضرب. انما انت تنقذ، تعمل عمليه انقاذ لموسم الزمالك في الميركاتو الشتوي. جيب بقى 6 لعيبه 7 لعيبه. الاهلي في سنه من السنين، مش عارف السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، من سنتين تقريبا، الاهلي كان جاب 8 صفقات مدويه في الميركاتو الشتوي، منهم مروان عطيه لو نفتكر السنه اللي فاتت. كان الاهلي قعد سنه ما ياخدش دوري وما خدش بطولات خالص، وما كانش في الميركاتو الصيفي جاب صفقات، فلحق نفسه في الميركاتو الشتوي جاب لك بقى عبه جاب. فانت عشان تنقذ موسم الزمالك لازم تجيب 6 7 صفقات قويه جدا.
تعالى بقى اقول لك اول هدايا الصفقه اللي حسمت رسمي للزمالك خلاص، وكان بيتصارع عليها النادي الاهلي، هي صفقه نجم بيراميدز ونجم المغرب، اللاعب المغربي المحترم وليد الكارتي. وليد الكارتي. واحد هيقول لي وليد الكارتي هيسيب ده الفلوس في بيراميدز بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، هيسيب بيراميدز بالاستقرار الاداري والفني والمال وكل حاجه وهيجي الزمالك؟ لا مش فلوس. انا اقول لك اهو، الزمالك بانتخاب مجلس جديد هيحصل عمليه استقرار اداري وفني ومال كل حاجه. نطمح في ده انه يتحقق على ارض الواقع. احنا عمالين نشوف كلام نحس ان احنا يا سلام هناخد كاس العالم، ونتمنى ان احنا ناخد كاس العالم يعني نتمنى. فنجم المغرب وليد الكارتي نجم نادي بيراميدز على رادار الزمالك، وحصل فيه تفاوض وكلام قوي جدا بين احمد سليمان، اعرف ملف الصفقات على طول اللي بيشتغل فيه الزمالك احمد سليمان وحسين السيد وحسين لبيب، ثلاثة دول هم اللي شغالين في ملف الصفقات. واحد يقول يا عم هم جم، بقول لك كلها ايام وبفتكر بس، وبفتكر نقول لعبد الله ده توقع قائمة حسين لبيب مش حبا في حسين لبيب او كرها في حسين لبيب، توقعاتنا كده والمعلومات بتقول كده ان قائمة حسين لبيب هي الاوفر حظا ما بين المرشحين كلهم، وبفتكر كلامي برضه. يبقى وليد الكارتي الزمالك حصل على موافقة مبدئية للانضمام للزمالك في الميركاتو الشتوي القادم. سامسون اكينولا اول الراحلين زي ما قلت لك في الزمالك في الموسم في الميركاتو الشتوي، ده اول واحد راحل هو سامسون اكينولا، وهكسر وراه مليون زير مش 100 زير بس. عماد البناني في كلام طالع انه عاوز يقسط غرامة الكهرباء، مرفوض وما تقدرش ولا تجرؤ يا عماد يا بناني مع احترامنا لشخصك انك تاخد قرار بالموافقه على تقسيط غرامه الهارب المارق المدعو محمود كهرباء. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.